يلا يا اساتذه، على اشاره من ايدي هتبتدوا، اتكلوا على الله. ايها الساده، كل سنه وانتم طيبين. وفاء النيل اليومين دول وفيضان النيل دايما بيجيب لنا وياه الخيرات. السنه دي جاب لنا خيرات وحاجات تانية كمان. جاب وياه خبير فيضانات من بره عشان الفيضان خطر السنه دي شويه. خبير الفيضان الخواجه بيجو. واذا كان الخواجه بيجو اكبر خبير في الخواجات اللي جايين من بره، فهنخليه يقابل هنا اكبر خبير عربي عندنا الفيضان، ابو لمعه الاصلي. هو حضرتك الخبير الافرنجي بتاع الفيضان؟ وقالوا لي روح عند الكوبري الاعمى، رحت قابل الخبير العربي. انا برضو لما شفتك قلت ان حضرتك بتاع الفيضان. وعرفتني ازاي؟ شايفك واقف مبلول. يا شبابي، انا قلت لك ان انا خبير الفيضان، وجيت هنا علشان نقابل الخبير العربي بتاع الفيضان. حضرتك الخبير؟ لا، انا الفيضان. خس كده بقى. بصراحة يعني ايوه، انا خبير فيضانات العالم دي كله كده، لكن فيضان النيل ده بالذات انا ما نعرفوش. حلو. وعلشان كده عاوز منك شوية معلومات علشان نشتغل. ده احنا هنشتغل شغل. الزبون واقع برجلاه. قول لي من فضلك فيه كام مقياس على النيل ده؟ مبلغ. خد عندك مقياس اسوان، مقياس اسوان، ومقياس الروسارس، والروسارس، ومقياس الروضة والحضانة. الحضانة؟ احنا اول مرة نسمع على الحضانة دي. على السنة بقى دي عشان ولاد النيل يا غالي. يظهر بيبخ دي ولا ايه؟ النيل له ولاد؟ امال ايه يا غالي؟ لا، ولاده فرع رشاد وفرع دمياط وفرع طنطا. استنى هنا. فرع رشاد وفرع دمياط دول عارفينهم كويس. ايه فرع طنطا دي؟ ما هو خلي بالك، لما ربنا فتح عليه فتح له فرع في طنطا. يا شبابي مش وقته. الفيضان سديد وماشي سريع وعالي قوي. على ايه يا ابني؟ هو انتوا شفتوا فيضان؟ ده كان يوم له العجب. خلي بالك. يوم ادي بقى. ساكن انا يا سيدي في شقه في 9 دور في عماره كده على النيل في الحته بتاعت ستك دي. قول معايا العجوزه. الله، هي عجزت؟ امال ايه يا جدع انت اسمها كده العجوزه؟ واذا بالفيضان على الباب. خلوه يتفضل في الصالون ده انا بقول. والصالون ده بقى فين يا خدق؟ في البدران. حلوه كده. قول دخل الفيضان شطب على الدور الاول والثالث والخامس وطلع لي كده ادي، وساب الثاني والرابع. ما هو خلي بالك يا غالة، الفيضانات بتاعتنا كانت تبوش دور وتفوت دور. يا لخوتي. حلو الخواجه زعق. يا شباب مش وقته. شايف النيل ميته بقت طحينه ازاي؟ طحينه؟ ايوه طحينه. ده كان يوم له العجب يا غالة. خلي بالك. يوم ادي بقى الفيضان جه جامد انما قوي، ويومها خسنتها. خلي بالك يا غالة، ما جاش ميه. امال جه ايه؟ عسل وطحينه. فيضان جه عسل وطحينه؟ اظن كمان غرق البلد. لا، ما احنا لحقناه. ده احنا يومها اشتغلنا شغل. يعني ايه بقى؟ عملتوا سد ايه هاد في الزحمه دي يا غالة؟ امال عملتوا ايه بس؟ انا زي ما انت عارف خبير فيضانات الدوله. فيضان العسل والطحين. حلوه كده. بسرعه اصدرت امر للشعب يطلع على الشطين عشان يحوشوا الخطر. نشوف خسوه ازاي؟ قلت لي ازاي؟ كل واحد من الشعب طلع برغيفه في ايده. وزعقت انا بقى على حس عندي. غمس يا جدع، ما فيش زعل. زمن كان هبط الفيضان. قول لي بقى.
وانت كلت معاهم من النيل؟ الكلام ده ايه يا ابني؟ ده انا اللي انقذت الموقف. ده انا يومها كلت لوحدي يجي ترعه. لكن تعال هنا قول لي، اه انت عملت ايه في عمارتك اللي هجم عليها الفيضان؟ شطابها يا سيدي، ما فضلش منها الا السطوح. كده حلوه كده. انا وام لمعه قدفت والواد لمعه قدفنا بالسطوح كده اهو ومشينا. ايه هو ده؟ والفيضان ما عملكش حاجه؟ لا ما هو خلي بالك، انا اول ما شفت كده رحت لابس لبس الفيضان. يطلعتوا ايه بقى لبس الفيضان ده؟ جلابيه سد عشان تحوش الميه. لا انا خلاص لفخرك يترسق، يعني عملت السطوح زي المركب ولا كلمه. واحنا ماشيين بقى بالسطوح وما اشعر الا بالهرم الكبير، عارفه؟ بعرفه الهرم الكبير ده. لقيته قدامي ظبط. فهمني بقى. الهرم دي جه على وسط الميه ازاي؟ قلت لي ازاي؟ ولاد الحرام الله لا يكسبهم انتهزوا فرصة الفيضان وزحلقوا الهرم على لوح عجين وطالعين بيه في المية على المالح كده على طهان. يا سلام. عاوزين يسرقوه. الحرامية حرامية حرامية يا جدع انت. الحرامية يسرقوا الهرم، راح نمسي معاك للآخر. وبعدين أم لمعة والواد لمعة سبقوني بالسطوح على فين؟ على دمياط. على سنة. أم لمعة تخلي بالها من فرع رشاد كده، والواد لمعة يخلي باله من فرع دمياط. خلاص يعني سبقوكم. وانت عملت ايه مع الحرامية؟ انا كنت لابس لبس الفيضان. الجلابية السادة علشان تخص المية. حلوة كده. قلعت انا على طول ورحت قالع. ونزلت عمت على ظهري. ولحقت الهرم عند الكوبري لعمة ظبط. حلوة كده، عايز ارجعه مطرحه. مظبوط، برضه اصول. وانا اموت في الاصول. ويا دوبك عديت بيه من الكوبري لعمة. استنى يا واد، يستخيل نفوت الخطة دي. جرأة ازاي عديت الهرم ده من الكوبري لعمة؟ استعميته وعديت. شوف بقى ما اقولك. اذا كان الكوبري اعمى انا مفتح. لا شايف مية النيل لازقة في الكوبري من تحت. ازاي بقى فت به من الكوبري؟ طب ودي شغلانه يا انا؟ طب شغلانه على ابو لمعه يالا دي. هتقول وانا عايم خلي بالك. عند ما حصلت الكوبري حدفت الهرم بايد الشمال ولحقت لقفته وانا عايم من تحت. لقفته من الناحيه الثانيه على ايدي اليمين كده. بخلك بسيطه قوي. لا انت بتستهون بيها، دي صعبه قوي. صعبة خالص والله. يا سلام. دي صعبة خالص، دي جامدة قوي. اتكيفت انا بقى من الحركة دي. رجعت للكوبري تاني وعملتها شغلتي، احدف الهرم بايد الشمال واعوم والقفه بايد اليمين. كده على طول كده تخدف وتلقف. احدف والقف احدف والقف كده على طول. كده تخدف وتلقف كده. قعدت على الحال ده كتير. كام؟ سنتين عمال تخدف وتلقف. واللصوص جوه الهرم خلي بالك عمالين يزعزوا ويسقفوا، ما شافوش كده ابدا. وخياب داني انا اللي ما شفتش كده ابدا. ولا انا والله. ده انا حتى يومها نفسي والله انا نفسي بقيت منذهل، مش عارف ده بيعمل الحركه دي ازاي. مين ده؟ انا. يا شبابي خلينا في الموضوع. وبعدين الطيار يا خواجه خلي بالك. الطيار خدني بالهرم طيار شديد. وطلع بيا على المالح. ما فيش ساعة زمن كنت في دمياط وانا شايل الهرم على ايدك والخرمية جوه عمالين يزازوا. حلوة كده. ام لمعة واقفة مخلية بالها من فرع رشاد. فالواد لمعة مخلي باله من فرع دمياط. والواد لمعة شاف الحرامية حصل له حالة ذعر كده، قلع على فرع رشيد على طول عند امه هناك. ده وساب فرع دمياط؟ لا خده في ايده. يا خبر اسود. بقى فرع رشيد مع فرع دمياط كده هو ظبط كده. يا سلام. ام لمعة بقى وصلتهم ببعض. بقى الدايره لفيت انا رجعت مصر تعب. لكن يا خبابي رصيد اتلخبطت على دمياط. لما اتلخبطت بقى انا قلت حالي. خلوة ازاي يا جدع انت؟ على مهلك بس شويه. رشيد دي مشهوره بايه؟ بالرز. ودمياط بالسمك. غدوه تستاهل بقك مالها.
يا خبابي خلصنا بقى، الفيضان بيزيد، عاوزين نشوف شغلنا. طب ما ده احنا بندردش مع بعض على بال الخبير ما يجي. يا خبير اسود، امال انت ايه؟ انا يا ابني خبير برضه بس في الفصل. تعالى تعالى، ده احنا يومنا نادي. تعالى يا خبر اسود، تعالى ما انت بس يا سويس حرامي. ستوب. هايل هايل، متهدد.